كبار القوم بأوروبا يستعدون للموسم المقبل اللي راح يكون موسم ناري وموسم مشتعل. طبعا راح نستعرض بعض المباريات اللي حصلت اليوم وبعض النتائج. طبعا أول شيء راح نبلش مع اس ميلان اللي صراحة عم يسوي فترة تحضير وفترة استعداد خرافية. خاض ثلاث مباريات كلها كانت مباريات قوية. أمام أرسنال انتصر بضربات الترجيح، وأمام ليفربول بمباراة كانت خيالية ومباراة روعة انتصر بأربع أهداف لهدفين. واليوم على نادي بريث جلوري الاسترالي انتصر بنتيجة 9 أهداف دون رد. السي ميلان بادي بداية قوية بالمباريات التحضيرية، وإن شاء الله يكمل بالموسم الجاي إن شاء الله. أيضا نادي برشلونة انتصر ب7 أهداف ل3 على نادي سيول الكوري. شفنا تألق للامين يامال وليفاندوفسكي، وأيضا القادم الجديد راشفورد. أيضا نادي مانشستر يونايتد بخمس مباريات التحضيرية انتصر بثلاث، تعادل بوحدة وخسر وحدة. انتصر اليوم على نادي بورموث ب4 أهداف لهدف. طبعا هذه كانت أبرز النتائج اليوم للمباراة الودية التحضيرية لاستعدادا للموسم المقبل. ايضا نادي توتنهام قدر ان ينتصر على نادي الارسنال بالمباراه الوديه التحضيريه اللي جمعت بيناتهم. طبعا هدف المباراه جاء عن طريق اللاعب باي سارة، طبعا بعد خطأ من حارس المرمى، تسديده بمنتصف الملعب سكنت شباك نادي الارسنال. صراحة عم نشوف اس ميلان وايضا نادي مانشستر يونايتد شوي شوي عم يرجعوا بالاداء وبالنتائج. ان شاء الله نشوفهم بالموسم المقبل يقدموا اداء كبير ويرجعوا التاريخ الكبير للناديين.